مساء الخير. ان شاء الله هنعمل المكرونه النهارده المشكله. هنعمل يعني اي شويه مكرونه فاضلين عندك، حطيهم كده في كيسه وتعالي لما تجمعي بقى كيلو كده ولا كيلو ونص من المكرونه، تعالي اما نعملهم النهارده ونعدي اليوم بيهم. في حله كده على النار نزلت بشويه من الزيت، وعندي بصلتين كبار بشرتهم، ونزلت على طول كده في الزيت هحمرهم بقى شويه. هياخدوا بس لون اصفيري شويه كده، مش لازم يتحمروا جامد، زي اللون اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. عندي كمان نص كيلو من الطماطم فرمته في الخلاط ونزلت بيه كده على البصل بتاعنا. عندي كمان فلفل، وعندي شطة. طبعا لو انت حابة الحاجة سبايسي ممكن تضيفيها. عندي بقى مكرونة الملكة، يعني كان عندي نصاص كده. بصراحة كنت باخد نص الكيس وتفضل عندي كتير. ضفت بقى من كل كيس كده ربع ربع لحد يعني عملت كيلو او كيلو وربع كده من المكرونة. كان عندي كمان مكرونة اللي هي الاسباجيتي، وحطيت مكرونة خواتم ومكرونة هلالية ومكرونة اللي هي الخواتم الصغيرة اللي خالص. حبيت بقى ان انا كلاتهم كده اعملهم في حلة واحدة، وسلقتهم زي ما انتم شايفين وبيستووا وبقوا زي الفل. صفيتهم طبعا وحطيتهم كده، نزلت بقى بالصلصة بتاعتي على طول. وطبعا هحط لهم البهارات في الاخر خالص. هقلب الاول الكلام ده كله مع بعض، وبعد كده هحط لها الفلفل الاسود واحط لها الكمون واحط لها كمان الملح. انا طبعا كنت حاطه معلقه من الملح في الميه المغليه، ما حطيتش زيت وما حطيتش اي حاجه. انت بس ما بتسيبهاش يعني تستوي في قلب الميه، يعني بنطلعها كده قبل ما تستوي بشويه، عشان برضو تاخد طعم الصلصه يعني تسبك معانا حلو، ما بتعجنش. هو اهم حاجه نوع المكرونه بتاعتك يكون كويس، مش هتعجن معاكي خالص. قلبت كده المكرونه بتاعتي كده كلها ببعضيها، وطبعا حطيت لها البهارات، وهسيبها كده 5 دقايق. وشوفوا بقى الجمال، هنغرفها مع بعض. احلى مكرونه ممكن تاكلوها. انواع المكرونه كل نوع له طعم يا جماعه، لما بتضيفيها كلها مع بعض. اتمنى ان انت تجربيها، ودي فكره بقى عندك. مش هتنتظري مثلا تجيبي نفس نوع الكيس عشان تقدري ان انت تستخدمي الشويه اللي باقيين عندك، لا، انت ممكن يكون عندك لما يتفضل من كل كيس شويه عنيهم وسيبيهم على جنب، واعمليهم بنفس الطريقه دي، وضيفي لهم البصل كمان بيخليها كده طعمها سبايسي وجميل. وبديلها كمان بتبقى مسكرة مع الفلفل مع الشطة. اتمنى ان انتوا تجربوها وتعملوها بنفس الطريقة دي، وان شاء الله اكون فدتكم بحاجة. ما تنسوش بقى تشتركوا معايا في القناة وتعملوا لايك وشير عشان يوصلكم مني كل جديد. جماعة اللايك بتاعكم بيفرق معايا جدا، والمشاهدة كمان بتفرق. لو كملتوا الفيديو للاخر اتمنى ان انتوا تدعميني وتشتركي في القناة. وبس كده، بألف هنا وشفا اللي هيجربها.